بسم الله. ده الشكل الثاني لموديل البنكرياس، موجود عندنا. ده الشكل الثاني اتشرح برضه، ممكن يجي في الامتحان. طيب دي البنكرياس اهيت زي ما احنا عارفين، ما فيهاش مشكله. قلنا انها موجوده عندي، ده السي شيب بتاع اليودينم، وده موجود عندي الحاجات بتاعت الجي اي تي، مالناش اي دعوه بيها. طيب تعالوا ناخد الحاجات اللي فيها زي ما قلنا. ده اللي هو المين بنكرياتيك دكت، ماشي عندي مين بنكرياتيك دكت نازل عندي المين، وهيتحد طبعا مع المفروض ان دي الكومن بايلو دكت بس مش باينه. هيفتح عندي هنا في الميجور، او اللي هي اسمها ايه، الميجور ديودينم بابيلي، او اللي اسمها برضه اللي هي الامبولا اوف فاتر. تمام. وعندي من فوق هيبقى عندي اللي هو اللي اسمه ايه، قلنا تحت من مين هيبقى فوق اللي هو الاكسسوري. تمام. ده كان بخصوص اللي هو الدكت. طيب تعالوا نشوف الارتري. زي ما قلنا انا عندي الارتري الاساسي اللي هو السيلياك ترانك، هيدينا برانش رايح لهناك، ده اللي هو هيبقى ايه، سبلينيك ارتري. اللي هيمشي هنا هيبقى اسمه الهيباتيك، وهينزل تحت هيبقى الجاسترو ديودينم، وهيديني اللي هو البلانشات بتاعته بس مش باينه هنا حاجه. تمام. طيب تعالوا نلف الموديل. هيبقى انا عندي من اهو ده السوبيريور ميزنتريك ارتري، هيبقى معاه السوبيريور ميزنتريك فين، وده اللي على الناحيه الشمال ده المفروض ان هو الانفيريور ميزنتريك فين، وده سبلينيك فين لان هو ماشي مع سبلينيك ارتري. تمام. مكمل طبعا الانفيريور ميزنتريك فين هيصب فيه. تمام. هيكمل هنا لحد ما يتحد مع السوبيريور ميزنتريك فين، هيكونوا لي عندي هنا البورتال فين، وده طبعا زي ما احنا عارفين اللي هو الايه، الهيباتيك الكومن بايل داكت. طبعا هو الموضوع مش باين هنا قوي، الموديل الثاني اوضح، ولكن برضه حبينا نشرحها عشان لو في حاجه ممكن تيجي هنا نكون احنا عارفينها. بس احنا كده يعتبر خلصنا السكشن الثاني من سكشن اناتومي اللي هو بتاع البنكرياس. شكرا.